الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ رأيتم يا إخوة لازم قولهم، يعني لازم قولهم أن تقول أن يعني هذا عبارة عن حسب ولغة، يعني عندما يذكر لا بأس تقول هذا عبارة كلام زائد لا طائل من أنه نطبقه، حتى أن بعضهم أحد يعني لم نذكر اسمه جاء في دورة وأخذ يوصل مسائل الكفر يوصل ثم بعد ذلك جاء يعني في الخاتمة يعني بعد ما وصل وتحدث يعني لا ترى الشباب لا تتحدث في هذه المواضيع ولا تفهم فيها، ثم لا ينزل شيئا على الآخر. إذا لماذا أنت تعلمه الناس؟ إن لم نطبق هذه الأمور لماذا نتعلمها؟ ولماذا نقرأ ولماذا ندرس ولماذا نتعلم؟ سبحان الله، لم يكن لها أثر في الحياة، سبحان الله. هذه مسألة أولى. فالإيمان له ثلاثة أركان. الركن الأول هو التصديق أو الاعتقاد، هذا من الركن هو اعتقاد والإقرار. الأمر الثاني أو الركن الثاني هو القول. الركن الثالث هو العمل. صحيح أن يقول الشباب صحيح. فلما كان الإيمان
إذا فهذا سبحان الله في وجه في نظر الشرع يكفر. لماذا؟ لأنه قال مقولة كفر، لأنه قال مقولة كفر. ولو جاء شخص آخر مثلا قال أنا مؤمن وقصد بذلك مثلا قال في موضوع قال أنا مؤمن مثلا بالشيطان أو بعبادة الشيطان، هذا في الظاهر لكن كفر من جهة ماذا؟ جهة ماذا؟ من جهة الاعتقاد. لماذا؟ لأنه اعتقد الكفر، لأنه آمن سبحانه الله بعبادة الشياطين وصدق بعبادة الشيطان، فهو صدق وقع في الكفر من جهة اعتقاده للكفر وليس من جهة القول. الثاني الأول الذي قال أنا كافر بالطاغوت، هذا كفر من جهة ماذا؟ جهة القول، جهة القول. الآن الذي يقع في العمل، الذي يرتكب عملا من أعمال الكفر، يكفر ولا يكفر؟ هل ننظر إلى قوله؟ هل ننظر إلى قلبه؟ هل ننظر إلى نيته؟ أم نحكم عليه بالظاهر؟ نجيب نحكم بالظاهر أو لا؟ فالذي يشرع صباحا مساء من دون الله عز وجل ويحرم الحلال ويحل الحرام ويجعل بنفسه سلطة تشريعية، هذا عمل كفري وليس بعمل كفري. إذا هو ربما يعتقد محب الشريعة وغير محب الشريعة ووجود تطبيق الشريعة ومع ذلك لا يدعو، وأن حكم الله عز وجل أفضل وأحكم وأحسن وأصلح ومع ذلك لا يدعو. هل ينفعه هذا ولا ينفعه؟ عزيز يا سيدي، ينفعه ولا ينفعه؟ لماذا لا ينفعه؟ كذلك خفت معاه قالوا لا ينفعه ولا ينفعه. لماذا لا ينفعه يا شباب؟ لماذا؟ لأنه ارتكب ركنا من أركان الكفر وهو العمل. ارتكب عملا كفريا فوقع في الكفر. هل نرد هذا العمل إلى الاعتقاد وإلى القول وأنه شرع الله وأنه أو العلم وأنه كفر من جهة إتيانه بعمل من أعمال الكفر؟ زي علة برشانيز ولا في القلب محبة الشريعة في القلب. شيخ لك لهني هو يقول لك يعني مضطر باش نعمل العمل هذا باش نوصل للشيء باش يوصل اللي من بعد. يعني هو في نيته انه مش يوصل الى تطبيق شرع الله، لكن أنا مضطر باش نعمل هذا باش نوصل للشيء هذا. يعني مسألة الاختلاف والشرع هو الإكراه. يقول أنا مكره على القيام بهذا الفعل. صحيح طبعا العلم الإكراه لا يكون إلا يعني بالقول، لا يكون بالفعل، لا يكون. صحيح العلم قول العباس غير العلم هذه الأولى. ثم المسألة الثانية يعني الكفر، يعني سبحان الله أين الإكراه وأين الاستراء؟ ما هي الضرورة؟ ملة واحدة. ما هي الضرورة؟ ائتني بضرورة شرعية. الشيخ ابن قتادة حفظه الله وكرم وسعه قال مقولة قال المصالح والمفاسد أو الفرق بين المصالح والمفاسد عند أهل السنة وعند أهل البدع أن أهل السنة والجماعة يقولون بالمصالح والمفاسد استنادا إلى الشرع، أما أهل البدع فهم يحددون المصالح والمفاسد استنادا. يعني نحن الآن في الشرع ما هي أعظم مفسدة؟ الشرك. أعظم مفسدة التوحيد. الشرك. أخطأ عن شدة الفارق. خطأ الرجل. ما يقول لك. لا فالآن أعظم مصلحة في الشرع التوحيد، أعظم مفسدة الشرك. فالذي يشرع يقول هذا الشرك وليس بالشرك. إذا وقع في أعظم مفسدة ولا وقع في أعظم مفسدة ولا؟ إذا نقول هذا الفعل لا يجوز. لماذا؟ لأنه بهذا الفعل سيرتكب أعظم مفسدة. صحيح ولا؟ هذا كيف يكون له مصالح المفاسد. لكن عند أهل البدع ماذا يقولون؟ سيصل العلمانيين ويحكم العلمانيون وتغلق المساجد ويوزع الرجال. أول شيء هذه مفاسد ظنية، ليست بمفاسد يعني حتمية.
أنتم الآن على ضرب من ضرب المسلمين. أنت الآن جالس في مجلس تنصر في هذا الدين. هكذا تكون نصرة الله عز وجل. فيها عدة طرق، لكن هذه من الطرق التي ننصر بها هذا الدين ونرفع بهذا الدين عندما نرفع جهل عن أنفسنا. عندما نرفع جهل أنفسنا، وهذه النصرة الحقيقية بإذن الله عز وجل. بل إننا الآن سبحان الله مع النجاة تجد الكثير من الإخوة. نحن الآن كل من أعفى اللحية ولبس القميص واستمع إلى أنشودة جهادية يصبح أخ لنا في الله، أخ ونكع والناس. سبحان الله. ونهار كامل كفر بالطاغوت، كفر بالطاغوت، كفر بالطاغوت. هذا يصبح عندنا أخ ووليه ومنصور ووليه والباقي عامة الناس. سبحان الله. هذا هو العلم. هذا العلم يا شباب. هكذا تكون نصرة الله عز وجل، بإعمار مجالس الذكر، بتعلم العقيدة، بتعلم هذا الدين، بتعلم المنهج السليم. أول شيء حتى تحمي نفسك. يعني الآن هل كل من يعرف اللحية وقال أنا كذا والتراويح يصبح سبحان الله خالص لا أصبح صاحب عقيدة سليم؟ لا. واضح يا شباب. فأنت الآن عندما تضبط الأصول وتضبط المعتقد فإنك بإذن الله تسلم من يعني صفات أهل البدع ومن أقوال أهل البدع بنطق يعني الأصول. فكما قال الإمام الحنبلي فيما معناه عندما يظهر الحق فإن الباطل ينتزع. فأنت عندما تتعلم هذه المسائل وتتعلم هذا الحق وهذه القواعد وهذه الأصول فإنك بإذن الله تثبت بإذن الله على معتقد السنة. لذلك فالعمل هنا مثل في التشريع. التشريع قلنا أنه لا يجوز أنه شرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا عمل شركي. إذا الذي قام نحن في معتقد أهل السنة الذي يأتي بعمل شركي هذا يكفر ويشرك أو يشرك بالله عز وجل. صحيح أو لا؟ ولا ننظر إلى القول أو لا ننظر إلى الاعتقاد. هكذا هي معتقد أهل السنة. صحيح أو لا؟ إن ارتكب ركن من أركان الكفر سواء الاعتقاد أو القول على لا يأتي ويقول لا يا أخي هو يرى أن شرع الله عز وجل أفضل وأحسن وأحكم وأصلح وغير ذلك من هذه الأمور. هل هذه الحجج تعتبر موانعا من عالم التكفير؟ يا شباب فقط قاعد مثلا كيف تفعل. رأيتم الآن سبحان الله كيف تدخل الشبهة؟ كيف تدخل الشبهة يا شباب؟ هل هذه تعتبر موانعا من أجل عدم تكفيره؟ لماذا؟ لأنه ارتكب ركنا من أركان الكفر فلا يشترط في تكفيره إتيانه بكامل الأركان. صحيح هذا الذي اتفقنا عليه. والآن سنرد نقول للذي يرى أنه لابد من الاستحلال ولابد من كذا ولابد من كذا يقع في الكفر. نقول له هل الذي يعتقد أن هناك إله مع الله عز وجل يتصرف في هذا الكون وينفع ويضر، هل من اعتقد
لا، لأن الآن يا شيخ في شبهة قد تتبادر إلى الذهن أن يعني مسمى الإيمان مجمل، يعني مجمل الثلاث أركان، في حين أن مسمى الكفر يكتفي بركن واحد حتى ينطبق عليه هذه الشبهة. يعني أن المؤمن لا يكون مؤمنا إذا اعتقد وقال وعمل، في حين أن الذي يكفر بشرط واحد. هذه المشكلة، يعني الشبهة التي قد تتبادر إلى الذهن. الآن هو حتى نثبت له الإيمان يجب الثلاث. نقول نحن الآن أن شخصا مؤمن جمع عنده أركان الإيمان الثلاث، صحيح؟ هو أتى بركن من أركان الكفر، أتى بمقولة الكفرية. الكفر أليس بنقيض الإيمان؟ نقيض الإيمان أو لا؟ فإن أتى بركن من أركان الكفر ماذا سينتقد عنده في المقابل؟ ماذا سينتقد عنده؟ ركن من أركان الإيمان ألا وهو القول. فإن انتقد القول عنده في مسمى الإيمان هل بقي عنده إيمان؟ ينتقد إيمانه ولا ينتقد؟ ينتقد الانتقاد انتقاد ركن. فإن انتقد إيمانه ماذا وقع؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذا هو التصنيف. يعني يكفي يسقط ركن واحد فقط. يعني لما يسقط ركن واحد من أركان الإيمان ينتفي الإيمان. يعني التفصيل الذي لا يقول الأعمال ما هي شرط لصحة الإيمان، الأقوال ما هي أقوال لصحة الإيمان، الاعتقاد لصحة الإيمان. يعني مثال هنا العمل، مثال القول تقول لا إله إلا الله، وليس كل هنالك في مخصص القول. يوجد مثال قال ما شاء الله وشئت، هل ينتقد إيمانه؟ لا ينتقد إيمانه. لذلك المقصود بالقول على المعتقد هي الأقوال الكفرية كفرا أكبر. هذا المقصود في هذا المعنى. صحيح؟ واضح يا شباب؟ إذا الآن نقول لشخص هل أنت عندما يعتقد أن هناك إلها مع الله عز وجل اعتقد؟ قلت أن من يقول ما شاء الله شئت لا يكفر، لماذا ومتى يكفر؟ لماذا لا يكفر ومتى يكفر؟ لماذا؟ لأن ما شاء الله وشئت هذه كفر أصغر وليس كفر أكبر، والكفر الأصغر هذا لا ينتقل به الإيمان حتى ينقص به الإيمان. متى يكفر؟ يعني استحل ذلك الفعل أو اعتقد، يعني مثال كما قال ما شاء الله وشئت أن مشيئة الشخص هذه يعني قدمها على مشيئة الله عز وجل تدخل فيها الاعتقاد. يعني هذا مفهوم آخر أن يعني الإنسان لا يكفر الإنسان بوقوعه كبيرة إلا إذا استحلها، وهذا باب آخر. إذا الآن هو اعتقد أن هناك، يقول الذي يعتقد أن هناك إله آخر مع الله عز وجل في هذا الكون، هل هناك مسلم لا يكفره؟ عجيب. لا يوجد. لكن نقول له ألم تقل قبل أنه لتكفير شخص ما لابد أن تجتمع كل الأركان؟ هو اعتقد. هل قال؟ هل عمل؟ إذا لماذا تكفره؟ أصبح عندك تضاربا في أصولك. تعتبر مسألة لا شيء. ممكن يقول أن ركن الاعتقاد أهم ركن كما يقول المرجئة، يعني ركن الاعتقاد هو الأساس. أصبح عبث هذا. هو يعتقد ركن هذا وركن هذا، هو ركن بزواله يترك شيء. ليش؟ لأن المرجئة يبنون الإيمان على الاعتقاد، التصديق، وضد التصديق هو التكذيب. يعني هذا ينتقلون من هذا الأصل. يعني هو الآن يعني كما نقول نضبط الأصل، وهو دائما أهل البدع الغالب عليهم هو الكذب، وأصول معتقدهم مبنية على الهوى، وليست مبنية على أصول الأدلة من كتاب الرسول. هذه يعني طريقتهم، فلذلك تجد عندهم تضارب، بأن أصول معتقدهم مبنية على الهوى وعلى العقل وعلى الضوء والهدى. إذا ماذا سنجيب هنا؟ نقول له أنت
الله خير.